الرئيسية فيها هو علم مصر والرياضي اللي موجود مع علم مصر. طبعا يعني الرياضة زي ما هي تنمية مهارات ويعني حصول على بطولات وكؤوس وتكريم وكل الكلام الجميل ده، هي كمان تأكيد على مفهوم راقي ورائع في نفس الوقت، وهو ترسيخ قيمة الروح الرياضية في حياتنا اليومية في كل تعاملاتنا. ازاي المجلس بيقوم بدور مهم في هذا الإطار؟ والله احنا عندنا بروتوكول تعاون مشترك مع الجمعيه المصريه للثقافه الرياضيه، وبيتم فيه نشر الثقافه الرياضيه، وده من ضمن القرار الجمهوري الخاص بانشاء المجلس القومي للرياضه، نشر مفهوم الثقافه الرياضيه ما بين جمهور الشعب. يمكن احنا شفنا طريقه التشجيع بعد عام 2006 البنات لما راحوا الاستادات، طريقه التشجيع علم مصر معاهم، عدم التعصب. يمكن بنتعرض لبعض الازمات اللي بتيجي في بعض الاوقات من نتيجه التعصب، ولكن احنا بنحاول نثري مساله ان الرياضه سلام، والرياضه طريق السلام لدكتور الدكتوره نرمين احد المشروعات اللي طلعها السيده الفاضله سوزان مبارك، وبينفذها المجلس القومي للرياضه في كل المحافظات. مهرجانات المشي طريق السلام، ما بنتكلمش سلام مع دول اخرى فقط، ولكن بنقول سلام ذاتي، سلام للممارسين، سلام للاعضاء المشاركين معانا. حركه سوزان مبارك للمراه من اجل السلام شريكه معانا في هذا البرنامج، وبنتكلم بس مش للمراه ولا للمصريين، ولكن للجاليات اللي موجوده كل المحافظات. احنا الحقيقه في النهايه بنقول كل سنه وكل المصريين بخير. عيد الرياضه ما هوش عيد للرياضيين فقط، ولكن عيد لكل المصريين، وبنتمنى بالفعل ان هو يكون اسلوب حياه. على فكره يا سماح، بعد كده ما شفت الصبح قالت لعبت رياضه النهارده؟ مبسوط كده. على فكره قبل ما نختم بس عايزه انوه ان الدكتوره نرمين قالت انها نفسها تهدي هذا الدرع وهذا التكريم لحد. أنا طبعا هدي الدرع وسام الرياضة لأولادي فاروق ومحمود مصطفى ويوسف، وأقول لهم إن شاء الله الرحمن أكون رمز يفتخروا بيه طول حياتهم، وإن شاء الله أعيش لغاية لما أشوفهم هم حققوا طموحاتهم ووصلوا أعلى الدرجات العلمية والأعلى مكانة ممكن يخدموا فيها مصر بطريقة صحيحة. طب إذا كانت الدكتورة نرمين أهدت لأولادها ودكتور عماد، احنا شايفين برضه معانا شريك دائم جدا في الحركه الرياضيه المصريه وهو الاعلام المصري. فاحنا بيسعدني المهندس حسن صقر والاستاذ مدحت البلتاجي كلفوني ان انا اهدي درع الرياضه وعيد الرياضه المصريه للقناه الثانيه ممثله للاعلام المصري، واول برنامج تلفزيوني النهارده بيغطي عيد الرياضه، ولكل سنه وانتم طيبين. ودرع عيد الرياضه بالشعار بتاعه بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين الاستاذ شفكي وحضراتكم، وبنقول لعبتوا الرياضه النهارده. شكرا ليكم. احنا بالنيابه عن زميلتنا شفكي المنيري ورئيستنا كمان احنا بنشكر حضراتكم جدا، كل سنه وانتم طيبين. شكرا ليكم. الفقره اللي جايه ان شاء الله هتبقى مع ايمان، وايه انسب انواع الرياضه اللي تلعبها المراه، لكن هنشوف دلوقتي مع بعض تقرير هو عن المؤتمر الاعلامي العربي الثالث اللي عقد بكليه الاعلام جامعه القاهره، ونرجع لحضراتكم مره اخرى.